تخيلوا سيارة أجرة لا نضطر فيها للرد على أسئلة سائق فضولي، فنحن ببساطة نركب سيارة دون سائق. قد يبدو الأمر في البداية حلما، ولكن إحدى الجامعات الكورية الجنوبية تسعى لجعل الحلم حقيقة، ما يعطي لمحة عن الصورة التي سيكون عليها قطاع المواصلات في المستقبل. السيارة التي أطلق عليها اسم سنوبر لا تختلف بالشكل عن أي سيارة أخرى، وفيها أيضا عجلة قيادة، إلا أنها لا تحتاج لسائق آدمي للتحكم بها. يتم استدعاء التاكسي بواسطة تطبيق على الهاتف الذكي، وسرعان ما تحضر السيارة إلى النقطة التي حددها الزبون، فالمركبة بإمكانها أن تجد طريقها إليه وحدها من دون تدخل بشري. كما أن الجهة المحددة للانتقال يتم تلقينها لكمبيوتر السيارة بواسطة التطبيق ذاته، فتنطلق نحو المكان بمساعدة كاميرا مثبتة على ظهرها تحدد لها المسالك. إحدى السيارات من هذا الطراز قطعت مسافة تجاوزت 4000 كيلومتر دون أن تواجه حادثة تذكر. التجارب التي نجريها كفيلة بتحسين أداء السيارة، فالنماذج التي نختبرها تجمع المعلومات في كل مرة تنطلق في رحلة، وبناء على كل معلومة جديدة نحسن في قدرات المركبة. يقول المهندسون المشرفون على تطوير المشروع إن سيارة سنوبر صممت لتكون سيارة ذكية تجوب الشوارع وتلتف مع أشد المنعطفات صعوبة بسلاسة السيارة التي يقودها سائق، لكن التحديات التي لا تزال ماثلة أمامهم هي في برمجتها لتتجاوب مع إشارات المرور الضوئية. ويتوقع هؤلاء أن تدخل هذه السيارات الخدمة خلال 20 سنة القادمة.